السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا بقى نشوف الزبادي التحفة ده الكريمي الروعة الدسم الجميل ده احنا عاملينه ازاي بطريقة سهلة وبسيطة جدا بسر واحد ومكون واحد. هعرفك ازاي تطلعي زبادي خرافة. دلوقتي معايا لتر لبن، من لتر لبن شوف هنعمل كمية قد ايه. هحطه على النار، هعلي النار الاول. اول ما يغلي معايا هبدأ اهدي وهسيبه شوية عشان كل ما ده يتقل شوية معايا وهو على النار هنبص نلاقي اللبن بتاعنا ناقص كده شوية. بعد كده هسيبه يستهدى ويبرد معايا شويه. بعد كده هنعمل بقى التوبينج بتاع الفراوله عشان هنعمل زبادي بالفراوله زي اللي احنا بنشتريه من بره واحلى وانضف كمان. حطيت نص كيلو فراوله وقطعته صغير وحطيته في طاسه ورفعته على النار واديته نص كوبايه سكر وهسيبه بقى يتكرمل كده مع نفسه وعصره ليمونه. دلوقتي لما اللبن بقى معايا زي دمعه العين كده دافي، جبت علبة زبادي عليه اللي هي 170 جرام. والسر والمكون بقى اللي هيخلي الزبادي يمسك معاكي ويبقى دسم وطعمه قوي وجميل جدا، معلقتين اللبن النيدو البودر هضيفهم مع علبة الزبادي. وما تنسيش تحطي معلقة سكر عشان هما بره في المصانع والكلام ده بيحطوا له سكر عشان يبقى ليه طعم كده جميل، حتى لو حبيتي تاكليه من غير سكر في العادي. فديته معلقة سكر كده كبيرة وهقلبهم كويس وادوبهم مع بعض في الكزرونه. وهبدا بقى دلوقتي انزل بالتوبنج بتاع الفراوله في المجات اللي معايا الصغيره دي بتاعه حضانه الزبادي، وهضيف عليهم اللبن بالشكل ده. هنجرب اللبن في الصينيه بالميه المغليه وهنجرب الحضانه معانا وهنشوف الاتنين عاملين ازاي في الاخر وهقول لكم رايي. كده هغطي العلب بتاعه الحضانه وهضيفهم فيها واشغل عليها الفيشه، بسيبهم من 3 ل 4 ساعات. ودلوقتي دي طواجن هضيف فيها، بصوا ما شاء الله لتر اللبن عمل معانا كميه حلوه ازاي، وفره جميله جدا. ده غير النظافه وغير الدسامه وغير الجمال، ما شاء الله حاجه تحفه. هيطلع معاكي زبادي خرافه. عملوا معانا الكميه دي. دلوقتي هجيب صينيه واضيفهم فيها، والاول هديها معلقه خل عشان ما تسمرش مني لما احط الميه المغليه بالشكل ده. الميه ما تكونش مغليه قوي، يعني تكون ميه سخنه بس مش بتغلي، وتوصل لحد نص المجات كده اللي هي الفخار. ودلوقتي هنسيبه برضو حوالي 4 ساعات بس لما نغطيه كويس جدا زي ما انا عملت طبقة استرتش كده، وهضيف عليهم اي فوطة او اي حاجة دفيهم فيها لمدة 4 ساعات. ولازم يخش التلاجة كمان 4 ساعات عشان يمسك معاكي ويبقى بالشكل الجميل التحفة اللي انت شايفاه. شوفي بقلبه وما شاء الله متماسك زي ما هو، خطير خطير خطير، يعني دسم بقى وحاجة كده بتاكلي قشطة، بتاكلي زبدة، بتاكلي حاجة كده كريمية في منتهى الجمال، نظافة وجمال، حاجة بصوا روعة. شوفوا ما شاء الله بقلب معاكم المج الفخار ما بينزلش منه. بصوا الجمال ما شاء الله، دسم وخطير. يلا بصوا ندوق واحده كده ونشوف قد ايه كريمي وجميل، طعمه خطير وما شاء الله عمل معانا كميه جميله جدا. بس امشي بالخطوات بالتريكات اللي انا قلتلك عليها وهيطلع منك روعه 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 بجد في منتهى الجمال. كل سنه وانتم طيبين والف هنا على قلوبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. واهم حاجه ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفاعل للقناه عشان يوصل لكم كل فيديو جديد وقناتي تكبر بيكم. وان شاء الله اشوفكم على خير يا رب دايما، وكل سنه وانتم طيبين. يلا باي باي.